بريك الليج، ايوه اكسر لها رجلها، واضحه جدا. عزيزي الواتشر، عزيزتي الواتشراي، من الطرق السحريه علشان تتكلم انجليزي زي الاجانب ومن غير ما تحس بمجهود في ترجمه كل كلمه، انك ما تحفظش كلمات ولكن تحفظ جمل. وده في الجمل العاديه والتعبيرات زي هاو ار يو، علشان تلاقي نفسك بتتكلم بسهوله ومن غير مجهود. ما بالك بقى في التعبيرات والاكسبريشنز اللي ملهاش ترجمه حرفيه. هنا بقى هيفيدك طريقه حفظ الجمل اللي اسمها تشانكس بالمناسبه. يعني لما اقول لك بريك الليج، ده مش معناها ان انت تكسر للراجل رجله، ده معناها جود لك، يعني حظ سعيد. ولما اجي اقول لك يعني شويه كده وشويه كده، مش هينفع اقول لك some like this and some like that، ولكن هنا هنقول so يعني حبه كده وحبه كده. والسلسله دي مناسبه لكل المستويات، من البيجنرز للانترميديت وكمان للادفانسد، علشان تعرف تتكلم انجليزي زي الاجانب. وده علشان هقول لك انا كام اكسبريشن تقدر تعبر بيهم في اي محادثه تخش فيها، وكمان تفهم اي حد قدامك بيتكلم فلوينت في الانجليش. وكمان هقول لك على اكسبريشنز بالعربي لو انت عايز تقولها بالانجليزي ممكن تقولها ازاي من غير ترجمه حرفيه طبعا. يلا بقى بريك ليج في رحله الطلاقه في الانجليزي. وما تنساش تعمل لايك وفولو واستنى الاكسبريشنز اللي جايه، والاهم ما تنساش تعد الجماهير.